السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباز اللي قاعد صاير في العالم والاسم الضارب في العالم لحد الآن عبد السلام بوحوش. عبد السلام بوحوش خويا رجل في زمن قلت فيه الرجال، نقطة وارجع للستار. هذه واحد. ثانيا الباز اللي صاير كلها ما فيها حاجة واحدة، خاطر الكلوب عندها تروح مع صفاقس، لا أكثر ولا أقل. واضح. وزيدكم زيادة يعني الفيلم اللي عملته بلوتو اللي عاملينه مسؤولين صفاقس في الوقت هذايا، وجي دي بيان مسؤولين صفاقس خاطر طارق سالم مسؤول من المسؤولين يتكلم في الأحد الرياضي باش ينتقد اللي صار كونتر العمران، يدخل اسم النادي الافريقي. يعني واضحة العملية، دخل اسم النادي الافريقي. علاش؟ هي عملية ضغط غير مباشرة، فهمتني، على لجنة التحكيم وعلى تعيينات لجنة التحكيم. يتحطوا لهم أربيتر على المقاس. يا نادي صفاقسي مستهدف خويا الغالي. كان مش نحكيو على المظالم التحكيمية، أنا نادي الافريقي من أكثر الليكيبات المتضررة من التحكيم. هذه واحد. ثانيا أنا في 20 سنة هازين زوز ألقاب، يعني واضحة العملية وواضحة المنظومة اللي صالح شكون تخدم به. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صديقي كان مش تحكي عن المظالم التحكيمية والنادي الصفاقسي، احترامي للنادي الصفاقسي وجماهير النادي الصفاقسي، أما لو باش نقارنوا رواحنا مع بعضنا أخويا، النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي مواجهات مباشرة أخويا، أفضلية للنادي الإفريقي. هذه واحد. ثانيا كان على التتروات الأفضلية للنادي الإفريقي، وديما مع احترامي جماهير النادي الصفاقسي. باهي ما فهماش علاش باش تعملوا الفتنة بين الجماهير الزوز، فهمتني، باش دخلوا الأجواء بعضها. رايي كان بالرسمي تحبونا نحاربوا المنظومة، فهمتني. راهو القانون الرياضي لازم يتبدل، خاطر المنظومة ماهيش باش تتصلح، والكيبات يعني صغار بين قوسين ديما، فهمتني، صغار ديما محتاجة موارد مادية، والموارد المادية معروفة عن شكون متوفر ومعروفة كيفاش قاعدة تتوفر، فهمتني. يعني حل من الاثنين. كان تحبوا نمنعوا الكرة التونسية، القانون لازم يتبدل في تونس، القانون الرياضي لازم يتبدل في تونس. ما كانش خويا مش نقعدوا نعانوا. شوفوا جيراننا انتم، شوفوا مصر، المغرب، الجزائر، حتى من البنية التحتية لا تقارن معاهم يا صديقي. كيفاش قاعدين نستنوا باش نبدلوا قانون رياضي؟ شوفوا ليكيب ناسيونال والمعاناة اللي تعاني فيها. علاش زعما؟ خاطر ما ثماش تويك، ما تنجمش لا ثم لا تحكيم، لا ثم لا بنية تحتية، لا ثم لا نزاهة إعلامية، كل شيء مشري بالفلوس. حتى البلاتوات محكوم فيها، حتى البلاتوات محكوم فيها. لاحظتوش انتم اللي صاير الكل؟ تسمع كان العمران عمران 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 للدرجة العمران مهمة. حتى واحد ما حكى على الفشل اللي صاير في الواحد، على الفشل الرياضي، فهمتني، والنجوم الموجودة على ذمة الكنزاري واللي ريزلتا اللي قاعدة صاير مليارات يا صاحبي قاعدة تتصرف. شنو اللي صاير؟ وين النتائج؟ ماهيش موجود. ما ينتقدوهاش خاطرهم بلاتوات مشريين لا أكثر ولا أقل.